إلى طاعة الحوزة العلمية وانتصار الحوزة العلمية الشريفة، الصلاة على محمد وآل محمد. إلى طاعة القضاء الشرعي الحوزوي وانتصار القضاء الشرعي الحوزوي، الصلاة على محمد وآل محمد. إلى شجب واستنكار محاولات منع القضاء الحوزوي، الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الواسعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم العظيمة والمواهب العظيمة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة والأيادي الجميلة والعطايا الجزيلة، يا من لا ينعت بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يغلب بظهير، يا من خلق فرزق وألهم فأنطق وابتدع فشرع وعلى فارتفع وقدر فأحسن وصور فأتقن واحتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل ومنح فأفضل، يا من سما في العز ففات نواظر الأبصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار، يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه، وتفرد بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شانه، يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام، يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خيفته، أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا لك، وبما وأيت به على نفسك لداعيك من المؤمنين، وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للداعين، يا أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأسرع الحاسبين، يا ذا القوة المتين، صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت، واحتم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة في من ختمت، واحيني ما أحييتني موفورا وأمتني مسرورا ومغفورا، وتول أنت نجاتي من مساءلة البرزخ، وادرأ عني منكرا ونكيرا، وأرعيني مبشرا وبشيرا، واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا، وعيشا قريرا وملكا كبيرا، وصل على محمد وآله كثيرا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قبل يومين تقريبا مرت الذكرى السنوية لولادة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا بد من التعرض إلى بعض مناقبه وفضائله عليه السلام لنستلهم منها الهداية والعبرة والموعظة، وكيف نستطيع
أن نتعرف عليه أو نصل إلى حقيقته، وإنما هذا في عداد المستقيم، وخاصة بعد أن نسمع الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: ما عرفك ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. وكذلك الحديث الآخر: يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وكذلك حينما نسمع قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. ولم يكن مصداق لهذه الآية من الرجال إلا علي عليه السلام، ولا من النساء إلا فاطمة عليها السلام، ولا من الأبناء إلا الحسن والحسين عليهما السلام، بإجماع علماء المسلمين وأهل الحديث. ولذا روي عن الجاثليق الذي هو الزعيم الديني للطرف المسيحي للمباهلة، ما مضمونه أنه يعني النبي صلى الله عليه وآله أنه لو جاء مع جماعة كثيرة أو كبيرة فباهلوه، وإذا جاء مع أشخاص قليلين فلا تباهلوه فتهلكوا. وعند مجيئهم قال: إني أرى وجوها لو باهلتكم لاغترم عليكم الوادي نارا. إذن فلا بد من الاقتصار على الجوانب الممكنة من وجوه التعرف عليه سلام الله عليه، وهي أيضا فوق حد الإحصاء، حتى قال بعضهم بما مضمونه: ماذا أقول في رجل كتم أعداؤه فضائله حقدا، وكتم محبوه فضائله خوفا، وظهر من بين هذا وهذا ما يملأ الخافقين. فإذا كانت فضائله تملأ الخافقين، فما هو عمل أو قول شخص ضعيف جاهل مسكين مستكين مثلي وأمثالي؟ وأيضا نعود إلى ذكر بعض ما هو ممكن من ذلك. على أي حال، وأود الآن أن أذكر لكم بعض الجوانب التي تفرد بها أمير المؤمنين، بحيث لا يحتمل أن يضاهيه أحد فيها إطلاقا من البشر أجمعين، مهما كان مذهبه أو دينه، ومهما كانت مدعياته لنفسه من العلم والكمال، فإنه لا يستطيع أن يصل إلى درجة أمير المؤمنين عليه السلام. سبحان الله، حتى المعصومين من أولاده، فكيف بغيرهم؟ وقد ورد عن الإمام السجاد عليه السلام، الذي طبعا كان هو الأشهر من المعصومين عليهم السلام بكثرة العبادة، حتى سمي زين العابدين وسيد الساجدين والسجاد، أنه قال: ومن يطيق عبادة علي بن أبي طالب؟ أقول وهذا هو بعض ما هو مفهوم من قول أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه. ماذا يقول؟ ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. يمثل نفسه بالجبل العالي الأشم والقمة الشامخة جدا ينحدر منها السيل، وهو سيل العلوم والعطاء والمراحم على البشرية بمقدار استحقاق كل فرد منها. فإنهم سلام الله عليهم أبواب الله
وخزان علمه وأسباب رحمته. وأولى من يكون كذلك، لاحظوا، أولى من يكون كذلك منهم هو جدهم وأميرهم وإمامهم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. زين. ولا يرقى إلي الطير، يعني بحسب فهمي ولكل واحد فهمه، يعني المتكاملين الصاعدين في درجات الكمال، يمثلهم بالطير الذي يستمر في صعوده. والمتكاملين من البشرية على أشكال مختلفة واتجاهات متعددة.